المشهد التاني في المباراة طرد هاني نتيجة الرعونة وخطأ الحكم. عشان تبقى لعيب كبير لازم تكون مسؤول، وحقيقة المسؤولية بتفرض على أي لاعب إن يلعب دايما بحساب ودايما يستخدم ذكائه لخدمة الفريق وخدمة نفسه برضه. ذكائك بيسهل عليك المباراة، ذكائك بيوصلك كمجموعة للهدف والفوز بالمباراة، ذكائك بيخليك نجم من نجوم اللقاء. إنما كرة طرد هاني دي كرة ملهاش أي لازمة. دايما هاني بيرتكب أخطاء ساذجة في وقت الفريق فعلا بيكون محتاج كل فرد من أفراده. عشان تعمل يا هاني فاول بالشكل دوت وكوره على خط التماس والكوره بعيده عن منطقه جزائك واللعيب مديك ظهره وتدخل تعمل فاول زي ده وانت لعيب عارف ان عندك انذار، لا هقول لك انت غير مسؤول. غير مسؤول يعني ايه؟ يعني بتضيع فريقك. يعني ايه؟ يعني بتحط فريقك ومدربك في موقف لا يحسدوا عليه. وعشان كده نقول لازم كابتن حسام حسن يكون ليه وقفه جامده معاه عشان الاخطاء دي ما تتكررش تاني، لان الفريق ما يقدرش يتحمل اخطاء بالشكل دوت. الاخطاء ده بيحطك دايما تحت ضغط، وده فعلا اللي حصل طوال الشوط الثاني. طوال الشوط الثاني منتخب مصر مضغوط من منتخب جنوب افريقيا نتيجه طرد ان هو بيلعب بلاعب اقل قصاد فرقه تقيله زي جنوب افريقيا. وكلمه بقى للحكام ولجنه الحكام ان الحكم حقيقه اخطا في الانذار الاول اللي ده لهاني. انا واثق طبعا ان المنتخب هيجي يقدم اعتراض على انذار هاني الاولاني عشان يتلغي موضوع الطرد ويتحسب في المباراه ان هاني خد انذار اصفر. بس ليه؟ لان الانذار الاول ملوش اي داعي. في الحقيقه الانذار الاول لو كان الحكم هيديه لياسر ابراهيم مش لهاني، لان اللعيب اوريدي طلع ايده من جنبه. طالما الايد بتطلع من الجنب بنقول راح تعمل خط، طلع ايده من جنبه عشان يزح هاني او يحط ايده في وش هاني. هاني اللي عمله الطبيعي ان يعمله ايد بتتمد بتزقه بيمسك الايد دي بيشدها، فطبيعي جدا حتى لو هتحسب خطا على الفاول ده لهاني على هاني مش هياخد انذار، لان ايد اللعيب طالعه وطالما حصل تشابك ما اقدرش ادي لاي لاعب من الاثنين انذار. فالحقيقه الانذار ده غير مستحق. الانذار الاولاني ترتب عليه اني اخطات كحكم في الانذار الاول لهاني، ترتب عليه ان اديت له انذار اصفر ثاني وترفض. عشان كده بنقول لازم لجنه الحكام تبص للكلام ده بشكل كويس وتوعي الحكام، وبعد كل مباراه اكيد بيبقى فيه دراسه للاخطاء وبيتكلموا مع الحكام، فيا ريت اللجنه تنبه الحكام ان مثل هذه الاخطاء تاثر على نتيجه المباراه. وعشان الكلام دوت بس ما عنديش مرور الكرام بقى على كابتن حسام، لازم الكابتن حسام يبقى ليه حصه منفصله مع هاني على الموضوع دوت. بلاش الاخطاء الساذجه ديت عشان دي ممكن توصلنا لحته احنا مش عايزينها. في الحقيقه لازم كل لاعب يعرف ان المسؤوليه مسؤوليه جماعيه، كل لعيب مسؤول عن نفسه وعن المجموعه اللي بيلعب معاها. والخطا اللي انت ارتكبته يا هاني ده حطيت المجموعه والمدرب بتاعك في حته هم المفروض ما كانوش عايزين يتحطوا فيها، لكن الحمد لله قدرنا نفوز بالمباراه ونخطو خطوه نحو الادوار الثانيه. وده درس ليك يا هاني، وعندنا مباراه جايه مش عايزين اخطاء من اللعيبه توصلنا حته احنا مش